مصطلحات السعي زادت قوي الفترة اللي فاتت. بقينا نسمع عن مصطلح ازاي يسعى. تفتكرش ان كتر السعي هو اللي بيجيب الرزق، صدق السعي هو اللي بيجيب الرزق. ده في سعي اسمه سعي مشكور. بقينا نسمع عن مصطلح اسمه السعي الغبي، بقينا نسمع عن مصطلح اسمه السعي الكتير، السعي بجهد. وعايزين حد يعرفنا كويس هو يعني ايه السعي الغبي، يعني ايه تسعى اصلا؟ مش كله سعي وخلاص. سواء كان في صحتك او عشان الفلوس، انت في الاول والاخر بتسعى. هو في حاجه اسمها سعي غبي وسعي ذكي؟ حقيقه في حاجه اسمها سعي غبي، وفي حاجه اسمها سعي ذكي، وفي حاجه اسمها واحد بيوصل وواحد ما بيوصلش. واللي بيوصل عشان هو فكر صح، عشان هو اشتغل على نفسه صح واتقن الشغل اللي هو بيعمله. فيديو كنت اتكلمت فيه عن السعي الغبي بتاع صلاح ابو المجد، بس النهارده الفيديو ده بعنوان الجهد الذكي، وهو ان ازاي تقدر توجه كل ضرباتك في حته واحده لحد ما توصل للي انت عايزه، بدل ما انت عمال توزع ضرباتك في كل حته، فاهم؟ فولا منك وصلت للي انت عايزه، ولا منك حتى حاسس بالانجاز اللي يخليك تكمل. فدايما بتحبط قبل ما بتشوف نتائج، وبالتالي بتوقف عشان مفيش نتائج. اولا وقبل اي حاجه بس انا عايز اوضح ان موضوع الجهد الذكي ده مش معناه انك انت مش هتتعب، لا، هو انت هتتعب، بس هتتعب بذكاء. هتتعب وتبقى عارف ان انت هتشوف نتيجه، هتتعب وهتبقى قادر تحسب التعب ده وتضاعف مجهودك او تقلله بناء على رغباتك انت. فسواء كنت بتتمرن في الجيم او عايز تعمل عضلات، انت اول ما بتفهم العضله بتشتغل ازاي، وايه الاكل اللي المفروض تاكله، وايه العضلات، وايه التمرين اللي المفروض تتمرنه كويس، بتفهم ان الموضوع كله مش معتمد على اشتراكك في الجيم، مش معتمد على ان انت تروح تدفع اشتراك في الجيم وتستنى بقى العضلات تطلع لوحدها زي اغلب الناس اللي بتروح تعمل نفس الكلام ده.